ورجعنا لكم مرة تانية في فيديو جديد عن مكوة الملابس. مكوة الملابس زي ما انت شايف المكوة فيها كسورات متكسرة. هنشوف مع بعضنا واحدة واحدة ازاي هنصين المكوة دي وهنرجعها جديدة زي ما هي جاية. عندي هنا 3 مسامير اهو، واحد ادي التاني ادي التالت. هنفك ال3 مسامير دول وهنفك المسمارين دول ونطلع الوش القديم ونبدأ نشتغل واحدة واحدة مع بعضنا. خليك معانا. وبعد ما فكينا طبعا الكابل ده خلاص كده مشواره انتهى لان هو مقطوع، مش هيشتغل معايا تاني. خلاص كده هنرميه وهنبدأ نشيل الوش ده كده اهو اهو. هنفك المسمار ده الوش طلع معايا بالشكل ده. بعد كده هنسحب التاجل كده بالشكل ده. طبعا هننضف الكلام ده الاول، ده السخان معايا. هنبدأ ننضف الكلام ده كويس خالص وبعد كده نرجع نشوف هنركب ازاي. خليكم معايا. ورجعنا لكم بعد التنظيف. طبعا نضفنا الاوساخ اللي كانت في المكوة اهو. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا نشتغل. اول حاجة هنعملها هنركب التاجل مكانه. هتظبط التاجل في عندك ال3 مسامير اهو، هتظبط عليهم. بعد ما ركبنا التاجل بالشكل ده هنبدأ نسند الوش كده وهنبدأ نجيب كابل، نجيب وش للمكوة بالشكل ده بيجي كاملان كده اهو. هنبدأ نركب دي كده اهو وهنعدي وش الحساس بالشكل ده اهو. ونبدأ نركب الوش مكانه. انا هحاول اوضح لك الدنيا اهو. ونبدأ نربط المسمارين زي ما فكينا، زي ما اتعودنا، زي ما بنفك بنرجع نربط. بعد ما ركبنا الوش بالشكل ده كده فاضل معانا توصيلات الكهرباء. هنشوف ازاي هنوصل الكهرباء مع بعضينا، الكابل واللمبة. للتأكيد من سلامة المكوة
المكوة كده شغالة، ولكن هي مطفية جاية على الصفر، ولكن شغالة. هنشوف هنحل المشكلة دي ازاي. خليك معايا. هنبدأ. طبعا احنا وصلنا كابل السيريا اهو بالشكل ده، توصله تسيب الوسطانية، وهنوصل طرف هنا وطرف هنا. طيب انا عايز اظبط، اول ما تيجي مجرد ما تيجي على واحد تبدأ تنور اهو، ولكن لو نلاحظ لمبة السيريا بدأت تشتغل، يعني المكوة بتشتغل في اللحظة دي اهي. انا عايز اللمبة تشتغل معايا من اول واحد. هنظبط الكلام ده ازاي؟ في عندي هنا اهو مسمار اسمه مسمار رجلاش اهو، ده هنبدأ نديله سنة رباط، ونبدأ نعلي سنة تاني وندي سنة رباط كده. ظبطت معايا اهو بالشكل ده اهو. هي مجرد ما تيجي عند الواحد المفروض كده بدأت معايا شغل على الواحد. بننزل هنا، انا المفروض دي مشتغلش معايا، تبدأ معايا شغل من اول رقم واحد، وهكذا تفضل معايا شغل مستمر. يبقى لما يكون عندي في مشكلة في الكلام ده هو احنا بنظبطها منين؟ من هنا، من مسمار الرجلاش اللي هو هنا. هنبدأ مع بعضينا بعد ما ركبنا الوش اللي فوق، هنبدأ نقفل. هنبدأ واحدة واحدة مع بعضينا، نجيب الكابل وهنشوف هنوصل ازاي. المفروض انا عندي هنا ده طرف السرموستات، والطرفين دول بتوع السخان اهو كده. يا رب تكون الدنيا وضحت. عندي الطرف ده بتاع السرموستات، وده بتاع السخان، وده بتاع طرف السخان التاني. طرف الكهرباء بنديله للسخان بتاع المكوة، وبنديه للسرموستات. السرموستات بيوصل معايا لطرف السخان التاني، يحس بالسخونة بيفصل معايا الطرف ده عن ده. هنبدأ هنشوف هنركب ازاي وهنشتغل ازاي. هنبدأ ندي طرف من اللمبة وطرف من الكهرباء 220 لفردة السخان الأولى بالشكل ده. خدنا أول حاجة طرف من اللمبة وطرف من الكابل 220، اديناهم لأول طرف في السخان. هندي الطرف الثاني 220 للسرموستات كده. احنا ادينا الطرفين 220، واحد للسرموستات والطرف الثاني اديناه للسخان. وزي ما اتفقنا ان السخان السرموستات بيديله الكهرباء للطرف ده وبيفصل عنها ساعة التشغيل، وطرف اللمبة التاني بياخد السخان اللي هو الوسطاني تاني كده. احنا ادينا طرف 220 للسخان اللي هو اول فردة مع اللمبة، وادينا الطرف التاني 220 للسرموستات، وادينا الطرف بتاع اللمبة التاني اديناه السخان الفردة التانية كده. اول ما 220 اللي رايحة للسرموستات تفصل عن السخان هنا من الداخل، هتفصل معايا اللمبة كده، نعرف ان المكوة سخنت معايا. هنبدأ نقفل وكده بيجي الشكل النهائي معاه للمكوة. هنشوف هل المكوة شغالة وامورها تمام ولا لا. اول حاجة طبعا هنجرب على لمبة السيريا، نشوف هل الامور شغالة معايا ولا لسه عندي في مشكلة.
طبعا كده بيقول ان هي شغالة. هنبدأ نشغل على 220 ونشوف هل الدنيا هتشتغل معايا ولا لا. نسمي بسم الله. شغلنا. هنبدأ نستنى نشوف هل اللمبة هتفصل معايا، المكوة هتسخن وترجع تفصل ولا مش هتفصل. خليك معايا بالشكل ده كده. هي فصلت معايا. وللمصداقية برضو عشان محدش يقول لي ده ان انا شلت الكابل 220، او لو انا عليت سنة تانية هتبدأ تشتغل. هنرجع هتبدأ تفصل معايا. وبالطريقة دي كده نبقى انا صينت المكوة ووصلت لطريقة ممتازة. وكده رجع شكل المكوة اللي احنا كنا شايفينها خردة بقت مكوة ممتازة جدا. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عندك اي استفسار عن اي محتوى انا بقدمه، او عندك طلب لحلقة معينة او موضوع حلقة معينة حابب نتكلم عنها، راسلني في التعليقات وانا تحت امركم. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو كنت لسه مشتركش في القناة او اول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.